سلام حبيبات قلبي، وش راكم؟ ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذا البسكوي صحي بدون دقيق ابيض، بدون بيض، بدون دهون. صراحة خطير خطير هذا البسكوي هذا اللي تقدروا ديروه سناك تاكلوا منه تفقدوا الوزن تاعكم. شوفوا كيفاش يجي صراحة بزاف هايل. غير كملوا الفيديو للاخر هكذا باش تشوفوا طريقة التحضير تاعو، تشوفوا الوصفة. قدموه مع الشاي ولا مع كاس نتاع الحليب في المساء ولا صباح فطور الصباح. مالا اذا حبيتوا تشوفوا الوصفه وطريقه التحضير ما عليكم غير تكملوا الفيديو للاخر. ما تنسونيش ديروا جمع الفيديو هكذا باش الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن والفائده باذن الله تعم. هنايا في ريسيبيون درت ربع كاس نتاع جوز الهند ولا نواد كوكو، كوب تاع الشوفان اللي كنت رحيته، نصف ملعقة صغيرة نتاع لافاني، ربع ملعقة صغيرة نتاع خميرة كيميائية أو خميرة الحلويات. خلط كل شيء. هنا راح نزيد له رشة نتاع الملح، درت ملعقة نتاع الزبدة كنت ذوبتها، الزبدة ماشي المارغرين. تقدروا تعوضوها بزيت جوز الهند. ودرت ملعقة كبيرة نتاع العسل، عسل النحل، ولا تقدروا تعوضوه بملعقة نتاع سكر ستيفيا، يعني عسل النحل نفضلو باسكو صحي. وهنا جبت حليب 0% حليب صحي. ندخل قبل هذاك ليدام وهذاك العسل ونبدا نطم بالحليب. هايديك اقل من نص كاس نتاع الحليب كنت درتو. دوك تشوفوا معايا شحال بقالي. نبدا هكذا نطم فيه غير بالعقل، نضيف الحليب طموه برك يعني ما تعجنوش كيما نديرو السابلي. هذه الفترة نحاول يعني ما نحرمش روحي، ندير وجبات ونعوضها بمكونات يعني تكون صحية. الشوفان بزاف ينفع لأصحاب الدايت، تاني مليحة للناس اللي متبعين نو كارب واللو كارب، ومرضى السكري طبعا ياكلوه باعتدال. هذا البسكوي صحي واقتصادي ومامتو شتو يعني مكونات قليلة. دير لكم كمية بين 18 حتى 20 حبة على حسب الحجم نتاعها. شوفوا شحال بقى من الحليب، يعني اقل من نص كاس، خطرات تديلي حتى ربع كاس يعني ماشي حاجة. هنا نفتح العجينة، راح نوري لكم السمك تاعها. صراحة في وقفة ديروا كمية مليحة ليكم. أنا جبت قطعة، يعني أي قطعة كانت عندكم، تحبوا صغيرة تحبوا كبيرة على حساب مو شحال تخرج لكم. إذا صغرتوها بزاف دير لكم حتى 20 حبة. شوفوا السمك البنات، إذا تحبوها يعني تجيكم تقرمش بزاف زيدوا رقوها، أنا نفضلها هكذا وكل وحدة والذوق نتاعها. نكمل كامل هاد الحبيبات وهذيك العجينة اللي تبقات لي. من الأحسن تفتحوها في البابي كويسون البنات. شوفوا نعاود نطمها، تعاود تطم لكم فاسيلمون. شوفوها برك حبيت نوري لكم كل شيء كامل الخطوات هكذا باش ينجح معاكم. جبت هنا عود الشواء، ما نديش يعني هذيك لابارتي اللي تكون فيها البيك، لا لا ندي هذاك يعني الطرف الاخراني كامل، وندير ثقوب يعني تجيكم كيما البسكوي نتاع ديجيستيف هذاك يتباع. برك هذا درناه بجوز الهند. شوفوا كيفاش يجوا صراحة صحي وبنين. تقدروا يعني ترافقوه مع القهوة ولا مع تيزانة كل واحد كيفاش. نكون شعلت الفرن على 180 درجة، شعلوه مليح، حطوه في الوسط الرف الوسطاني. ما ياخدش منكم وقت كبير، سورتو الا كنتو شعلتو بيان يعني من قبل الفرن تاعكم. دونك 15 دقيقة ولا ماكسيموم 20 دقيقة. الا تحبوها تقرمش بزاف خلوها يعني تطول لكم. الا تحبوه طايب يعني من الداخل يكون طري ومن برا يكون مقرمش، يعني ما تخلولوش وقت كبير، غير يحمر لكم من التحت. نحيوه ويبدا بالاطراف تاني. هاوليك شوفوا كيفاش جا
صراحة هاي البنات. المجموع كامل 657 سعرة، والحبة واحدة فيها 33 سعرة، يعني تقدروا تاكلوا من 2 حتى 3 حبات على حسب بيان وش راح تتغداو وش راح تتعشاو، ولا مجموع نتاع السعرات نتاعكم كامل. انا شوفوا البنات حبيت نوريه لكم، شوفوا كيفاش طاب، شتو كيفاش من الفوق يعني ماشي حمر بزاف، هذاك اللون برك نتاع الشوفان، مي من تحت حميمر وفي الاطراف هكذا تعرفوا باللي من الداخل يجيكم طري ومن البرا يجيكم مقرمش. شوفوا كيفاش جا. انا درته هنا بواحد لا تيزان، المهم تقدروا ترافقوه بالقهوه ولا. انا هنا درتو للسناك نتاع العصر، باسكو متبعه نظام الصيام المتقطع، يعني صباح ما ناكل والو. اول وجبه ليا تكون بين 12 ونص لوحده. دونك هذا هو حبيبات قلبي الفيديو نتاعي اليوم، نتمنى عجبكم. ما تنسونيش مع الفيديو، ولأول مرة تشوف القناة فضلا وليس امرا ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل الفيديوهات الجديدة. نبقيكم كامل على خير.